السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبداو لا فيديو ديالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم إن شاء الله غنقدم معكم هذه المعسلة الرائعة، المعروفة منذ زمان، كتجي في صراحة زوينة، بشنيخة، كتجي على هذا الشكل هذا، تجي ما شاء الله رائعة. وبزاف د الناس تكون عندهم هاد بشنيخة معتمدة عندهم في مائدة الإفطار، لحقاش بزاف د الناس كتعجبهم. كتجي ما شاء الله في الشكل ديالها غزالة، وحتى في المذاق ديالها كتجي زوينة. ان شاء الله غندوزو للمقادير وطريقة التحضير. في المقادير، المهم انا هنا درت الكمية ديال الكمية ونص، كنت باغا الكمية تخرج ليا كتيرة. المهم انا عندي الزبدة اللذة باكية ونص، اللي بغا يدير غير كمية وحدة غيدير غير باكية ديال الزبدة اللذة. انا عندي باكية ونص ديال باكية ديال الزبدة ديال اللذة. عندي شوية ديال الملحة. عندي هنا خمارة حمراء، خمارة ونص، لحقاش كيف ما قلت لكم انا درت الكمية ونص ديال الكمية. عندي هنا واحد معلقة كبيرة ومعلقة صغيرة ديال حبة الحلاوة اللي صهدتها في شوية فوق البوطة، عاد طحنتها وغربلتها. عندي هنا زعفران، غناخد منه غير شوية. عندي زنجلان كذلك معلقة كبيرة ونص، اللي صهدتهم فوق البوطة وعاد طحنتهم وغربلتهم. عندي حبة حلاوة كذلك اللي صهدتها وطحنتها وعاد غربلتها والقرفة. وعندي الملحة كيف ما قلت لكم لصالح الذوق. هنا عندي كيلو ونص ديال الطحال الرطب، اللي بغى يدير غير كمية سميتو غيدير غير كيلو. هنا عندي الحليب، غادي ناخد نص سيطرو، ونص سيطرو الاخر غادي نحتاج نص الكميه ديالو اللي هما 2 كيسان، لحقاش الحليب كيكون فيه 4 الكيسان نص سيطرو. هنا عندي الخل، واحد المعلقه كبيره ديال الخل اللي غادي نحتاجها، باش ما تعذبنيش الزبده، وباش كيجي حتى زوينه، حتى باش نخا كتجي مذاق ديالها مزيان. كندير داك الحليب في كاسرونه وكنزيد عليه الزبده، كنديرهم باش يذوبوا، وكنخليهم يبردوا. بطبيعة الحال ما كنعجنش بهم وهي سخونة، كنخليهم حتى كيبردوا شي شوية، ماشي يبردوا كاع، المهم حتى كيدفاو صافي باش كنبدا نعجن بهم. صافي هنا كندوز باش كنغربل الطحين ديالي، كنغربلو ضروري، كنغربلو الطحين، وكندير شوية ديال الملحة. صافي هنا كنزيد الخمارة، خمارة ونص. اللي بغى يخرج كمية شوية تكون كتيرة يدير 2 ديال الزبدة اللذة، ويدير المهم هاد المكونات كيضاعفهم. انا درت غير كمية ونص. صافي هنا حبة حلاوة والنافع وزنجلان والقرفة حتى هما كنديرهم نغربلهم. كيف ما قلت لكم ضروري كنغربلهم باش ما كيعذبوناش ملي كنكونوا كنورقوا ما كيعذبوناش. صافي هنا كنغربل النواشف كاملين وكندخلهم مع بعضياتهم بيديا حتى كنجانسهم مع بعضياتهم مزيان. عاد بس كندوز باش ندير السوائل. هنا داك المعلقة ديال الخل، زدت ليها واحد المعلقة صغيرة ديال الملون زعفران، ديال الملون، وبإمكانكم ديروا زعفران، يا زعفران شعري يا زعفران الداما. صافي هنا من بعد ما دابت ليا الزبدة كنخليها كيف ما قلت لكم تبرد، وصافي كندوز كنعجن العجينة ديالي. العجينة اللي كتكون شوية قاصحة، ماشي قاصحة بزاف، ولكن كيف ما كتلاحظوا كتكون شي شوية قاصحة، ماشي ما كتكونش رطبة. على هاد الشكل هذا كتجي العجينة، وكندلكوها مزيان. صافي انا ديك الكميه شاط ليا شي نص كاس بحال هكاك، ما بين الزبده والحليب شاط ليا شي نص كاس. صافي هنا دزت قطعت العجينه ديالي على هاد القطع، وغادي ندوز باش نطلقها. خليتها ارتاحت بعد العجينه، خليتها ارتاحت شي ساعه بحال هكاك، عاد باش دزت قطعتها على هاد القطع هذاك. صافي هنا دابا كنطلقها على هاد الشكل هذا بالدلاك، وكنورقها على هاد الشكل. المهم كنديرها على شكل مسمنه، كنخليها عاوتاني جانبا. هاد المقطع ما صورتوش، كنخليه عاوتاني جانبا واحد نص ساعه ولا ساعه بحال هكاك، عاد باش كندوز باش نطلق. كاين اللي كيصايبهم مباشره، ماشي مشكل تصايبهم مباشره، انا خليتهم يطلقوا صافي. صافي هنا كندوز تنطلقها في رقم 4، حقاش ضروري من الشباكيه خصها هاد المعسله ديال البوشنيخه، خصها هاد الماكينه هادي. صافي كندوز كنطلقها برقم 4. انا سمحوا لي كنصور بيد كنصايب بيد، ما عنديش كيفاش ندير. كيف ما كتشوفوا كنطلقها في رقم 4.
الحمد لله هاد الماكينة راه كتساعد على التوراق. صافي كندوزها في الجهة الأخرى ديال الشباك. صافي كتخرج لينا على هاد الشكل هذا. كيما قلت لكم أنا راه كنصور بيد وكندور بيد، ما هي من الأحسن هنا صافي دزت باش شبكتها هاد مقطع الزرب، المهم دزت هنا باش شبكتها على هاد الشكل هذا. أنا ما قدنيش الوقت باش نقليها في الليل، كان مشى الحال بزاف، وحتى لغد لي عاد باش قليتها، خليتها على هاد الشكل هذا وغطيتها، وحتى لغد عاد باش قليتها والحمد لله ما طرا عليها والو، جات مزيانة. صافي هنا خديت واحد الكمية اللي غادي نقلي فيها الزيت، خليت حتى الزيت سخن مزيان، عاد باش دزت نقليها. هنا راه الزيت كان باقي ما سخنش مزيان. منين كتعرفوا الزيت ما سخنش مزيان، منين كتعرفوا الزيت سخن مزيان، كيف كتحطوا هاديك الشباكية ولا بشنيخة ولا أي معسّلة من المعسّلات، غير شوية كتطلع دغيا، فهمتي، كتنفخ دغيا، هادي حطيتها بقات عاد باش تنفخات، هاكا باش كتعرفوا الزيت راه سخن. ها نتوما كيف ما كتشوفوا، كيف ما كتحطوا المعسّلة ديالكم كتبقى غير واحد شوية ماشي بزاف دغيا كتنفخ. هانتوما كيف ما كتلاحظوا صافي هنا كتعرفوا بأن الزيت سخن. صافي منين كيسخن الزيت، منين كنكونوا مجهدين شي شوية البوطة، غير كيسخن الزيت كنقصوا، ماشي كنقصوا كاع، ولكن ما كنخليوش الزيت مجهدة بزاف باش المعسّلات ديالنا كطيب على خاطرها، ماشي كطيب غير، ماشي كتحرك غير من الجناب وفي الوسط تبقى معجنة، لأ، ضروري ما كنخليوش البوطة مجهدة بزاف. صافي هنا كنكونوا كنقلبوا بالمعلقة، سميتها إلا بانت لينا طابت كنقلبوها في المعلقة، أصلًا كيطيبونا في دقة لحقاش كنديروهم في دقة واحدة. ملي كنبغيو نحيدوها ما كنحيدوهاش بالمعلقة، كنحيدوها بهادي باش الزيت كيتقطر لينا كيف ما كتشوفوا. ملي كنبغيو نقلبوها كنقلبوها بالمعلقة، ولكن ملي كنبغيو نحيدوها ما كنحيدوهاش بالمعلقة. صافي هنا كدزت الزيت اللي سخنته من قبل، أنا الزيت غير شارياه، الزيت اللي سخنته من قبل ودرت ليه الماء زهر. صافي سميتها اللي قليتها كنديرها هنا وما كنوركوش بزاف، ماشي بحال الشباكية راكم عارفين هادي كيبقاو يحيدوا منها سميتو ديالها كتبقى تهرس، ما كنوركوش عليها بزاف. صافي كنخليها تسقطر مزيان. أنا الكمية اللي من موراها اللي ما صورش حمرتها مزيان، كتعجبني أنا تكون محمرة، ما كتعجبنيش تكون طايبة بحال هكا، كل واحد على حساب كيفاش كتعجبو البشنيخة ديالو تكون طايبة. أنا كتعجبني تكون محمرة بحال هكا على هاد الشكل هذا كتعجبني تكون. صافي من بعد درت لها كيف ما قلت لكم زنجلان وجات على هاد الشكل هذا، ونتمنى من الله إن شاء الله تعجبكم وبالصحة والراحة. إلى فيديو قادم إن شاء الله.